زمان كان والدي يقول لي لما تيجي تشتري عربية اشتريها في سنة، عشان لما تيجي تبيع في يوم، تبيع كده وانت حاطط رجل على رجل ومستريح، ما تبقاش خايف من اللي جاي يشتري لا يطلع القطط الفطسانة اللي في العربية. جايب لكم قطط فطسانة حرفيا في كذا عربية. انا الفترة دي عمال اجيب لكم عيوب في شاسيهات وتحت العربية، انا قاصد اعمل ده. بيقابلني عيوب كتيرة في الخارج ما بصورها وبركنها عندي في الموبايل، لكن العيوب اللي محدش بيشوفها ومحدش بياخد باله منها، ومعظم اللي بيشتري بيبص في الخارج كده، ومعظم اللي بيفحص بيهتم للخارج بس. لكن انا جايب لكم العيوب القاتلة اللي في العربية. اعمل ايه يعني لما تكون عربية رشة من الخارج وفيها شوية خبطات كده في رفارف ولا في كان بيبان واكسدامات؟ عادي، ايه المشكلة؟ هينزل من سعرها وتتباع. لكن فيه عيوب حرفيا قاتلة زي العيوب اللي انا جايبها لكم دي. العربية ديت قصتها كلها ان هي كانت واخدة خبطة في الوش، غيرت الستارة السفلية اللي هي لونها اسود دي. طبعا الستارة السفلية في معظم العربيات بتتلحم في فردتين الشاسيه اللي هي في وش العربية من تحت، تمام؟ غير الستارة استيراد ولحمها في فردتين الشاسيه. طب ايه العيب في كده يا ايمن؟ العيب في كده يا باشا انك لما تيجي تبيع، المشتري هيقول لك انت عندك لحمات في الشاسيه. عندنا هنا برضو في العربية دي من الواضح كده ان الشاسيه، فردة الشاسيه كانت واخدة خبطة من الجنب من عند الرفرف اللي قدام شمال، ففردة الشاسيه اتعوجت لجوه العربية. السمكري بقى قاعد يقاوح معاها زراجين وسمكرة، وداها للبوهياجي قاعد يحط فيها معجون عشان يستعدل، وفي الاخر لا السمكري عرف يظبطها ولا البوهياجي عرف يدهنها، لان الشاسيه نفسه لسه معوج. فمع اي مطب كتل المعجون اللي محطوطه هتنطر زي ما انتم شايفين. حطيت الجهاز ولقيت ان العربيه الشاسيه مليان معجون وهو مطقطق اهو، عشان لسه فيها انعواج. طب هنفترض ان هي لسه ما فيهاش، يعني السمكري عرف يظبطها وما فيهاش اعوجاج ولا اي حاجه، برضو عيب قاتل في العربيه من ناحيه البيع والشراء. ما احنا ممكن نجيب عربيه دايس عليها قطر ونقعد نشد فيها في زراجين ونستعدل وفي الاخر هنظبطها، بس لما تيجي تبيع هيبقى في مشكله في اعاده البيع. كل اللي يجي هيقول لك دي مش هيسه، فتبقى يعني خايف كل ما حد يجي لك يكتشف العيب. الا اذا بقى انت قلت على العيب اللي فيها وطلعت عندك راجل محترم كده وعندك ضمير، فهتضطر انك تنزل من سعرها مبلغ وقدره. فيا جماعه، يا جماعه الخير، العربيات دلوقتي بقت عامله زي شيك البنك في جيبك. المفروض لما تكون عايز تصرفه في لحظه تصرفه، ومش بس هو كمان شيك بنكي اللي هو قيمه فلوس في موجوده في الورقه، لا، مفروض ان دي عربيه بتحافظ لك على قيمه فلوسك. الدولار يعلى ينزل يعمل، فلوسك محفوظه. فالناس اللي بتشتري تاخد بالها، لان ده يعني شقاكم وتعبكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيغش.